النصر بخسائر بداية بخسارة هذه المواجهة بهدف دون مقابل ومرورا بإصابة اللاعب سلطان غنام ونهاية بطرد اللاعب لابورت. نصر في لقاء الإياب في الرياض. مبروك لفريق العين. مباراة خرجت بكثير ربما من الأمور التي دفعت الفريقين للفن في واحدة من هذه القرارات التي جاءت في مجريات هذه المباراة، وأيضا سمح بكثير من الألعاب خلال مجريات الشوط الأول جدا. بس يعني ده مش موضوعنا دلوقتي. أنا والله صدمني في الدقيقة 98، يعني تحسبها ضربة ركنية وترجع تحسبها ضربة مرمى. لا مش معلش إنه أنت مستحيل تدخل فار يقول لك تراها الكرة دي كانت أحمر ازاي كانت لابورت؟ أنا عايز أعرف لو دي كانت أحمر يبقى كل الكرات المشتركة في كل الكرات العرضية وكل الكرات ثابتة خطوط حمراء، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. هي الفكرة إن النصر زي ما أنت اتكلمت، النصر بيواجه صعوبة من قبل المباراة ما تبدأ، إصابات غيابات. ثم يبدأ مباراة النهارده بالمناسبة النصر عنده مباراة العودة 3 من رباعي. هذه اللقطة الغريبة اللي جت اللي صوته أعلى ياخد قرار. اللي صوته أعلى ياخد قرار. هو سمع صوت عالي حسب كورنر، بعدين سمع صوت أعلى قال لك خلاص ضربة مرمى. بس يعني النصر هيلعب مباراة العودة مفتقدا ل3 من رباعي الدفاع، 1 لطرد غير مفهوم و2 للإصابة. ظروف غير عادية الحقيقة بيعيشها النصر، غير عادية فعلا بيعيشها النصر. اللجان هذه إحصائيات نشاهد فيها ارتفاع. بشكر اللاعبين على الروح القتالية، هذه شخصية الزعيم. ثاني حاجة أشكر الجماهير العينوية اللي حضرت في قطر، أبغى أشكرهم. وإن شاء الله هذه مباراة يعني أولى، لسه مباراة ثانية إن شاء الله نخلصها إن شاء الله في الرياض إن شاء الله. رغم غياب لابا المباريات هي اللي تصنع الرجال. كل اللاعبين كانوا متحمسين للمباراة رغم الظروف اللي مرينا منها وغياب اللاعبين، بس يعني أقول لك الشخصية تظهر في المباريات، يعني ما نحتاج دعم، ما نحتاج أي شيء. شخصية اللاعبين وإن شاء الله إحنا قدها كما كنت. إحساسك